تقول: ما حكم من ينتسب إلى مذهب يؤمن بأن القرآن مخلوق وأن الناس لم يروا الله يوم القيامة، مع العلم أن من ينتسبون إلى هذا المذهب أغلبهم لا يقرون بخلق القرآن ولا يؤمنون به، ويقولون: نحن لا نؤمن بأن القرآن مخلوق، لكننا ننتسب إلى هذا المذهب لأن آباءنا كانوا ينتسبون إليه فقط. وما حكم من يؤمن بخلق القرآن أيعتبر خارجا عن ملة الإسلام؟ وجهنا في هذا جزاكم الله خيرا. نعم، الذين يقولون أن القرآن مخلوق معناه إنكار أنه كلام الله، هذا كفر أكبر. وهكذا من قال إن الله لا يرى، من أنكر رؤية الله في الآخرة ورؤيته في الجنة، هذا كفر أكبر، لأنه قد كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل طائفة أو شخص يقول إن القرآن مخلوق فمعناه أنه ليس كلام الله، بل هو كلام المخلوق الذي خلق تتكلم به. والله صرح بأنه كلام سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: وإن أحد يشرك الشجار فأجره حتى يسمع كلام الله. والأسباب يريدون أن يبدلوا كلام الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: ألا رجل يؤمن حتى يبلغ كلام ربي، يطوف عليهم في مكة قبل الهجرة ويقول لهم، يطلب منهم أن يجيروه وأن يؤذوه حتى يبلغ كلام الله. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم صرحوا بأن القرآن كلام الله، والقرآن دل على أنه كلام الله. فمن زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أنه ليس كلام الله، فيكون كافرا بذلك مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وهكذا من أنكر صفات الله وأنكر رؤيته، من قال إنه ليس بحليم ولا حكيم ولا عزيز ولا قدير ولا هو كافر الجميع. وكذلك من أنكر رؤية الله وأنهم لا يرونه في الآخرة ولا في الجنة، هذا كافر كفر أكبر أعوذ بالله، نسأل الله العافية، لأنه قد كذب الله ورسوله. والله يقول جل وعلا في حق الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. فإذا حجب الله الكفار معناه أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بهية جميلة إلى ربها ناظرة تنظر إليه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله. وجاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال في الدرس الآخر: كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني رؤية واضحة ظاهرة بارزة ليس فيها شبهة ولا شك. فالمقصود أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم رؤية ظاهرة كما ترى الشمس صحوة ليس دونها سحاب، رؤية بارزة. وهكذا في الجنة يرون ربهم جل وعلا. فمن أنكر هذا وقال إنه لا يرى فقد كذب الله ورسوله، فيكون كافرا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.